السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الجو برد جدا، فقلت كده اعمل معاكم حلبة معقودة تدفي الولاد وتغذيهم، وانت كمان قومي تشجعي واعمليها وان شاء الله تعجبك. بصوا المقادير: انا معايا 2 كيلو عسل اسمر، هحتاج نص كوباية زيت، كوباية سوداني، كوباية سمسم، معلقتين دقيق، معلقتين حلبة مطحونة، معلقتين مغات. موجودة مش موجودة مش مشكلة. اول حاجة بقى ننزل بيها نص كوباية الزيت، وبعد كده تنزلي معلقتين الدقيق، دوبك تديهم تقليبه كده، وبعد كده تنزلي بالسوداني. احنا بنبدأ بالحاجات اللي هي تنفع تستحمل النار، مش تتحرق معايا بسرعة. طول ما انت واقفة ايدك شغالة تقلبي فيها عشان كلها تاخد نفس درجة الحرارة بتاعة النار يعني. بعد كده بقى هنزل السمسم. انا جايباه هنا سمسم ابيض عشان هو كده كده هديله لسه ايه تحميصة معايا، فلو جبته الغامق هيغمق معايا، فانا مش حابة الغامق بصراحة. ايدك شغالة كده على طول. اول ما تلاقيه كده خد لون ذهبي شوية، انزلي بالحلبة والمغات معلقتين ومعلقتين. صلوا على الرسول يا بنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ريحتها كانت جبارة، كانت تحفة جدا. كده خلاص انا هنزل بالعسل. انا عايزاها بس تاخد غلوتين اتنين مش اكتر، وما تخافيش مش هتبقى خفيفة معاكي، لما بتبرد بتتقل. جربيها ان شاء الله هتعجبك. اعتمدي بس الطريقة دي وان شاء الله تطلع منك كل اللي ياكلها يقولك تحفة. بس انا بقولك هنا غلوتين اتنين. اخر حاجة في اخر غلوة هحط ربع معلقة ملح ليمون. دي ايه لازمتها؟ اللي ما بتخليهاش تسكر، مش موجودة ممكن تحطي نص ليمونة. بصي هي كده اول ما طلعت مع النار انت حاساها خفيفة، سيبيها ساعتين وشوفي هي هتبقى عاملة ازاي. اول ما تطلع لازم تفضيها في العلب بتاعتها، وبعديها بنص ساعة كده تكون هدت شوية. ان شاء الله تجربوها، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.